عودة من جديد. أولا نعتذر عن الانقطاع الفترة الماضية لظروف عائلية. أول مرة أشوف رئيس نادي بيطلع يشتم لاعيبته علني على شاشات التلفزيون علشان مش عايزة تجدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. بتمنى دعمكم ليا مرة أخرى لانتظام التواصل معكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. أول مرة أشوف رئيس نادي علشان لعيبته مش عايزة تجدد يطلع في سب وقذف علني في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وعلى شاشات التلفزيون وعلى قناتنا دي لعيبه مش كويسه، دي لعيبه كذا، دول كانوا راكبين تكاتك، دول. شفنا مفاوضات النادي الاهلي مع اللاعب حسين الشحات، ورغم استياء الجمهور من طريقه المفاوضات ولكن ده عصر الاحتراف وده شيء طبيعي. اللاعب عاوز يحصل على اعلى مقابل ليه حتى لو بيلعب في النادي اللي هو بينتمي له بقلبه وبكيانه وبروحه، زي حسين الشحات ما ضحى بكتير علشان يجي النادي الاهلي. النادي الاهلي تواصل مع حسين الشحات تقريبا لمده شهر لغايه ما تم تجديد التعاقد، وارضاء لكابتن الفريق محمد الشناوي تم تعديل عقده ايضا ليصبح الفئه الاولى في الفريق ككابتن النادي الاهلي. النهارده عندنا مباراه الاهلي والاسماعيلي في مباراه مؤجله، قمه مرتقبه، يحكم المباراه الحكم احمد الغندور. فاز الزمالك اليوم ليصل لنصف نهائي الكاس على المقاولين العرب بسداسيه، وسوريو حط ايده على نقاط قوه وضعف الزمالك وعرف امكانيات لاعيبته وعرف يسخرها لخدمه النادي، وقدر يفوز النهارده بسداسيه. الجزيري هاتريك، زيزو هدفين، وشيكا هدف، يصل الى نصف نهائي كأس مصر. النهارده في شكوى راحت لاتحاد الكرة ضد يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر للانقطاع عن التدريب. انا لو مكانهم هنقطع عن التدريب، مش عشان اهلاوي، علشان خاطر الشتيمة اللي انا شتمتها، عشان خاطر الحوارات اللي في الموضوع. طلع المستشار مرتضى منصور قال لك انا قعدت مع سيف جعفر ومضيت اللاعب ومشيت. تاني يوم بسأل على العقد، المدير الاداري قال لي سيف خد العقد وراح لمامته علشان تمضي عليه. يا سياده المستشار، مش علشان انت اداري فاشل تبقى كذاب. مفيش ده بيحصل، مفيش عقد بيطلع بيتمضي في البيوت، مفيش القصص ديت، مفيش عقد اللاعب بياخده ويمشي كأن لم يكن. احنا مش ملايكه، فانت كذاب، الكلام ده ما حصلش. الكابتن فاروق جعفر اسطوره من اساطير نادي الزمالك طلع مع الاستاذه المحترمه لميس الحديدي وقال لك ايه، الزمالك هو اللي عملنا وهو الكيان اللي احنا المفروض نستمر فيه. مش عارف سيف بيعمل ليه كده. ردت لميس قالت له ليه بيعمل كده؟ قال لها اصل متسيطر عليه من الناحيه الثانيه من مامته، في اشاره الى انفصال فاروق جعفر عن زوجته. يا كابتن فاروق، ده عصر الاحتراف، المفروض انت تسعى لتجديد سيف جعفر مع الزمالك ولكن باعلى مقابل مادي. ده عصر الاحتراف. كلنا زعلنا كاهلاويه ان رمضان صبحي مشي وعبد الله السعيد واحمد فتحي وشريف اكرام، بس كجمهور مش كادارات. النادي الاهلي ادار ملف رمضان صبحي الى ما لا نهايه، لدرجه ان اللاعب خلاص اختار الماده نمبر 1 مش الطموح، واحنا بقينا في زمن الماده نمبر 1. الكيانات بتتلغي بسبب اللي احنا بنعيشه والمشاكل الاقتصاديه اللي موجوده، فكله بيفكر يامن مستقبله. فيا كابتن فاروق، المفروض تبقى في ظهر سيف لتجديد عقده مع نادي الزمالك ولكن باعلى مقابل. مش هدي اللاعب 2 مليون في السنه وهو معروض عليه 7 و8 مليون في السنه، ما بتامنش مستقبله، واقف ورا اوهام او مش عاوز تتشتم. فالزمالك قرر النهارده يشتكي سيف فاروق جعفر واللاعب ابن اللاعب يوسف اسامه.
نبيه. الزمالك اشتكاهم رسميا في اتحاد الكره لانقطاعهم في التدريبات، داخلين في دوامه معتاده بيخشها نادي الزمالك. الاثنين لعيبه دول فعلا كانوا في منزل مسؤول التعاقدات عمرو بسيوني امبارح، واللي انا عرفته من مصادر داخل نادي بيراميدز ان الاثنين مضوا رسميا ومفيش عقود ماضيين عليها لنادي الزمالك، عشان لو طلعت عقود انا باكد لكم اللعيبه سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيه لم يوقعا على اي عقد لنادي الزمالك، بس ممكن طبعا عارفين ان في عقود بتطلع مش عارف منين. انهاء عمل اللجنه الفنيه رسميا بفرمان من مرتضى منصور في نادي الزمالك. انهى المستشار مرتضى منصور عمل اللجنه الفنيه داخل نادي الزمالك بسبب غندر او غناديره او خالد الغندور، اللي بيحب يجيب سيره الناس كتير وبيحب يقعد على المصطبه كتير، وانا بفكر له ببرنامج اسمه المصطبه ويتصور في العشوائيات قدام اي بيت. مستشار مرتضى منصور طلع قال خالد الغندور لو عصرته هيخر زمالك. لا، انا بقول لك يا سياده المستشار، خالد الغندور لو عصرته هيخر ترند عشان النادي الاهلي. خالد الغندور قلنا بيتكلم عن الاهلي بنسبه 90%. خالد الغندور بيحب ينكش في النادي الاهلي من اجل الماده فقط، من اجل نسب المشاهدات ومن اجل الماده فقط. فانهى المستشار مرتضى منصور عمل اللجنه، قال لك اللجنه ديت بتبوظ النادي، واوسوريو اشتكى منها. اللجنه دي بتقول احنا استغنينا عن اللعيبه فاللعيبه ما بتاديش، اللجنه دي بتقول احنا هنجيب لعيبه فاللعيبه ما بتجيبش. لجنه لكاكه، فانهى عملها رسميا. امام عاشور بنسبه تتخطى ال 80% اداره الاهلي تعاقدت معاه، ولكن في بعض من اداره النادي الاهلي رافض الموضوع. الصحف الدنماركيه اكدت من ساعه وصول امام عاشور الى الدنمارك وفي تواصل بينه وما بين النادي الاهلي. هل النادي الاهلي هينصاع لاراء جمهوره في مباراه فيوتشر اللي رفض تعاقد الاهلي مع امام عاشور؟ يا جماعه، امام عاشور صفقه ناجحه لاي نادي في مركزه، من اللعيبه القليلين قوي في مركزه اللي بيأدوا الاداء اللي امام بيأديه. امام لعيب قوي، لعيب بصير، لعيب شويط، لعيب مهاري جدا، والنادي الاهلي هيستفاد منه جدا، وفي مفاوضات واضحه وقويه وعرض مالي قوي جدا من نادي بيراميدز، وعرض يتخطى عرض النادي الاهلي. ولكن اللاعب من حبه في محمود عبد المنعم كهربا عاوز يجي النادي الاهلي. في بعض من الاداره رافضين، في الجمهور جزء منه رافض، لكن انا كاهلاوي بتمنى انضمام امام عاشور للنادي الاهلي، اضافه قويه. غلطه امام عاشور كان لاعب صغير في السن، كان بيلعب في الناشئين، ممكن كلنا نغلط، ممكن نطلع نعتذر، وامام عاشور طلع اعتذر لاداره النادي الاهلي وجماهيره، ومعنى ان هو يرتدي التيشيرت الاحمر ده اكبر اعتذار للنادي الاهلي وجمهوره. رحيل البرازيلي برونو سافيو رسميا عن النادي الاهلي، واخيرا خلصنا من برونو سافيو. النادي الاهلي ونادي بوليفار البوليفي اعلنوا اليوم رحيل برونو سافيو مره اخرى الى بوليفيا، والنادي البوليفي طلع بيان قال مرحبا مره اخرى بالنجم المهاري الذي سياتي ب مش عارف هيجيب ايه، مش عارف، انا ما شفتش منه حاجه. هو لعيب، انا بيتهيألي هو بوليفي مش برازيلي، او من كفر الشيخ، مش عارف والله، ما عارف له حاجه. بس الحمد لله النادي الاهلي خسر ما يقارب من 2.5 مليون دولار في هذه الصفقه، تعاقد معه ب1.5 مليون دولار. النادي الاهلي اقنعه ان هو ما ياخدش بقيه مستحقاته ويمشي فري، فالاهلي خسر كتير، العين ما كانتش كويسه واحنا بنجيب برونو سافيو. على لسان كابتن هاني سعيد، الاهلي يطلب ابراهيم عادل واسامه جلال رسميا، وطبعا هو صرح ان فخري لقاي مفيش استغناء عنه. بيراميدز رافض الصفقه تماما، ولكن بيفكر فيها بسبب رغبه اللاعبين في الانتقال للنادي الاهلي. ابراهيم عادل واسامه جلال عايزين يروحوا النادي الاهلي، فده مخلي اداره بيراميدز تفكر في الموضوع ان ممكن نقعد في مشكله لو سيبناهم وهم مش عايزين يكملوا في نادي بيراميدز. هم دول اللعيبه اللي بتفكر في الطموح بجد.
فوز مصر على غينيا اليوم منتخب الاولمبي، ويصل للمباراه النهائيه ويصل للاولمبياد ليلاقي منتخب المغرب في المباراه النهائيه. مباراه هتكون جامده اخر حاجه يا جماعه. المباراه دي هتكون جامده جدا. يا رب التوفيق لمنتخب مصر في المباراه ديت، يا رب نرفع الكاس ان شاء الله، ونبقى خلصنا على المغرب في كل حاجه محليا، ومنتخب مصر كمان مره اخرى بعد النادي الاهلي يقدر بقى ندوس شويه على فوزي الاقصى. انا ما بحبوش، شفنا النهارده انفعالاته وبتاع، هو اوفر شويه. حمزه علاء تصدى الكره في الدقيقه 57، ده تصدي عالمي، رجل المباراه فعلا حمزه علاء. ده بيأكد ان حراسه مرمى النادي الاهلي بخير. تصدى الكره ما يصدهاش غير حارس عنده خبرات، غير حارس كبير جدا. شابوه لحمزه علاء. تخيلوا يا جماعه ان الشناوي داخل في منافسه مع ديخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد. عارفين كلنا ان نادي النصر كان متواصل مع الشناوي وعاوز يضمه، لكن بعد علم نادي النصر السعودي بانتهاء تعاقد ديخيا مع مانشستر يونايتد، وان في تفاوض من مانشستر مع اونانا وتم رفض العقد، فكروا ان هم يجيبوا ديخيا. السعوديه تلعبها صح، السعوديه بتدي قيمه لكره القدم اللي هي كانت ضعيفه جدا، هتبقى قويه جدا على حساب لعيبه اوروبا كلها، سواء اللي قربت تبطل كوره او اللي لسه فيها الرمى. فدلوقتي نادي النصر منتظر، لو طبعا كلنا عارفين دخيا عقده انتهى الموسم ده، ان لو مانشستر قدر يجدد عقد دخيا فهيبص لمحمد الشناوي مره اخرى. ففي تواصل مع دخيا وفي تواصل مع الشناوي. شادي حسين صفقته خلصت رسميا الى نادي زد، وكان راح معاه علي لطفي، لكن ملف علي لطفي وقف بسبب مفاوضات النصر السعودي مع محمد الشناوي. هم منتظرين محمد الشناوي لو راح نادي النصر السعودي، علي لطفي هيكمل مع الفريق وهيكون الحارس الاول لا يقل عن سنه، ومصطفى شوبير هيكون الحارس الثاني، وهيجي بعديه حمزه علاء المتالق افريقيا مع منتخب مصر. بيرس تاو والترقيص. الجمهور مستاء جدا اليومين اللي فاتوا دول ان كل ما بيرس تاو بيمسك الكوره عايز يرقص. يا جماعه كولر صرح ان دي تعليمات مني، 1-على-1، رقص يا بيرسي، رقص يمين او شمال، حاول تدخل لقلب الملعب عشان تفتح السكه لمحمد هاني. فدي تعليمات مش من دماغ بيرسي تاو. بيرسي تاو فاق على قدين كولر، فنسيب كولر يشتغل بدماغه. مش لازم اللاعب يكون بيعمل كل حاجه من دماغه. اللاعب دي تعليمات ان هو يرقص 1 ضد 1. يا جماعه المهاره دي موهبه من عند المولى عز وجل، فلازم نستغلها. لو ما عندكش فروق مهاريه بينك وبين الفرق الاخرى هتبقى زيك زي اي حد بتستلم وبتباصي. الفروق الفنيه المهاريه هي اللي بتفرق اهلي عن زمالك عن اهلي جده تعاقد رسميا اليوم مع البرازيلي فيرمينيو. السعوديه بتكسر الدنيا، صفقات اوروبيه على اعلى مستوى. انا مش عارف، فلوس مليارات الدولارات بتدفع في لعيبه بتبطل كوره وفي لعيبه لسه فيها الرمق. السعوديه قلنا تدي قيمه للكره، بتعلي الكواليتي بتاع لعيبتها في المنافسه مع اللعيبه الاوروبيه. كلنا شايفين اللي بيحصل في السعوديه. الاهلي النهارده عنده مباراه مع الاسماعيلي مؤجله. الاهلي لو قدر يفوز النهارده وقدر يفوز على الاتحاد السكندري هتكون مباراه الحسم، هي مباراه القمه اللي سياده المستشار بيهدد كالمعتاد بالانسحاب. يا اخي انسحب، احنا والله انسحب. مش كل ما يحصل حاجه لعيب طلع عمل فعل شائن على شاشات التلفزيون فخد ايقاف. ماليش دعوه كهربا مش كهربا القصه دي يا جماعه. صوره علنيه لعيب بيعمل فعل فاضح على شاشات التلفزيون فتوقف 4 مباريات، فالمستشار طلع قال لك انا هنسحب لو العقوبه دي اتنفذت. يا اخي انسحب.
انسحب، ولا مش عارف اقول لك ايه، ياكلك قطر ولا ايه، مش عارف. بتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. دي ليلي. بتمنى تستنوا مني كل جديد. بتمنى دعمكم ليا، لايك واشتراك وشير وفعل الجرس. يا رب اكون خفيف عليكم. سلام عليكم.